في الوقت اللي بنشوف فيه كيليان امبابي بيتألق وبيحرز 3 أهداف في المباراة النهائية وبيلعب النهائي، وشفنا أشرف حكيمي أيضا بيتألق مع المنتخب المغربي وراح لحتى الرباط وشاهدنا تكريمه مع الملك محمد السادس. عودتهم مرة أخرى لتدريبات باريس سان جيرمان كانت لافتة. نيمار حتى الآن بالرغم من خروجه على يد كرواتيا في دور الثمانية إلا إنه ما راحش لباريس سان جيرمان وقاعد ومقضيها هزار وضحك. أعتقد إنه ده بيبين فروقات في العقلية واضحة ما بين عقلية كيليان امبابي وأيضا أشرف حكيمي وما بين عقلية نيمار. يمكن نيمار كان أحد أسباب خروج البرازيل، نعم أحرز لهم الهدف لأنه بيمتلك موهبة فنية رائعة، لكن بعد إحرازهم الهدف في الدقيقة 105 وخلاص يعني كلنا عارفين إنه هتنتهي في الدقيقة 120 ل 15 دقيقة الباقية بيرقص عند ال 18 بتاع البرازيل، بيرقص في نص الملعب. يعني حتى الصورة اللي قدام حضراتكم دي من داخل أحد المطاعم في البرازيل في الوقت راهن، ومبينة إنه نيمار عايش حياته بالرغم من إنه مبابي خلاص رجع للتدريبات وأشرف حكيمي رجع أيضا.